طبعا النقطة التانية اللي لازم نتكلم فيها واتكلمت عليها كتير جدا في المباريات اللي فاتت، وهي اخطاء ياسر ابراهيم الكارثية المتكررة مع النادي الاهلي. وانا بشوف ياسر ابراهيم ده عبارة عن قنبلة موقوتة في خط دفاع النادي الاهلي، ممكن تنفجر في وشك في اي وقت. مشكلتي مع ياسر ابراهيم ان هو مش بس ما عندهوش ثبات مستوى في المباريات، يعني مثلا بيلعب مباراة وحش وبيلعب مباراة كويس جدا، لا، مشكلتي مع ياسر ابراهيم اكبر من كده، ان ياسر ابراهيم كمان مستواه مش ثابت في المباراه نفسها. يعني في كوره يأديها بشكل كويس جدا، تلاقيه ضغط، حط رجله، قطع الكوره قبل المهاجم ورجع الاستحواذ تاني للنادي الاهلي وتعامل في الكوره بشكل كويس جدا. كوره تانية تلاقيه يعمل لك خطأ كارثي. بص مثلا على الكوره دي اخطر كوره للنادي المصري في الشوط الاول، وتقريبا اخطر فرصه للنادي المصري في المباراه كلها. بص على ياسر ابراهيم ولاحظ كده ياسر ابراهيم، لو انت متابع ومركز مع ياسر ابراهيم كويس جدا هتلاقيه ان هو دايما بيسيب خطوتين كده للمهاجم، ما بيضغطش على المهاجم ويخليه دايما تحت ضغط، دايما بيخلي المهاجم يستلم براحته. عكس طبعا محمد عبد المنعم اللي دايما بتلاقيه بيمد رجله ودايما بتلاقيه بيضغط على المهاجم وبيخلوش حتى ان هو يستلم الكوره براحته. فبص على الكوره دي، ياسر ابراهيم سايب المهاجم اللي معاه ورجع لورا خطوتين، فطبعا المهاجم اللي معاه راح لافف ورايح في المساحه الكبيره اللي في ظهر ياسر ابراهيم. طبعا ياسر ابراهيم في اللقطه دي عاوز يلم نفسه ويرجع سبرنت مع المهاجم ويرجع يغطي المساحه الكارثيه اللي في ظهره، طبعا اختل توازنه. طبعا الكره اتلعبت في ظهر ياسر ابراهيم في المساحات الشوارع اللي سايبها ياسر ابراهيم. بص بقى على ردة فعل كولر حط ايديه على وشه، تقريبا كان عاوز يلطم من الخطأ الكارثي اللي عمله ياسر ابراهيم. وبص بقى على ردة فعل حمدي فتحي، بيقول يا نهار اسود على الخطأ، على المساحه، على الفرصه الخطر جدا للنادي المصري في الشوط الاول. فطبعا ياسر ابراهيم وباخطائه المتكرره وطبعا باخطائه الكارثيه اللي في خط دفاع النادي الاهلي اللي دايما بتسبب مشكله للنادي الاهلي.